مساء الخير. نحن معكم في لحظة فارقة من عمر الوطن. لحظة ما كناش متخيلين ان احنا ممكن نوصل لها. لما بدأوا الشباب ثورتهم يوم 25 فكرنا انها مجرد انتفاضة، فكرنا انها مجرد تجمع شباب، لكنهم أثبتوا أنهم قادرون، وأثبتوا ان هم يقدروا يعملوا حاجات كتيرة ما كناش متوقعينها. قال الشعب كلمته، بل فرض الشعب كلمته. في اليوم 18 من ثورة الشباب، أو سمها ثورة المصريين، أو سمها ما شئت، قال الشعب كلمته، وتخلى الرئيس مبارك عن رئاسة الجمهورية، وتنحى الرئيس مبارك أو استقال. اختاروا الجملة أو النص الذي تريدون، وأصبح لدينا ولأول مرة في عمر جمهورية مصر العربية أول رئيس سابق. عمرنا ما كنا متخيلين إن إحنا في عمر جيلنا ممكن نشوف ده. إحنا جيل جزء كبير من حياته عاش محبط. يمكن أنا من جيل لا فاكرة يعني ما عشتش أيام عبد الناصر وأيام السادات، كنت طفلة ومعظم الوقت كانت حياة مختلفة. عمري ما تخيلت ان المصريين هيقوموا، عمري ما تخيلت ان المصريين هيثوروا، عمري ما تخيلت ان الناس ممكن تغير، والناس ممكن تغير. يا ترى جمال حمدان بيقول ايه؟ يا ترى كل اللي كتبوا لماذا لا يثور المصريون بيقولوا ايه؟ ازاي الشعب غير الحياة؟ ازاي الشعب قعد لنا الحرية؟ من يوم ما ابتدينا نرجع للبرنامج بعد ثورة 25، بعد ما كنا يعني مقفول علينا الباب والمية والهواء والحرية، من يوم ما رجعنا واحنا حاسين بنفس آخر. لكن الشعب قال كلمته، لكن الشعب فرض كلمته. تحية لكل الشهداء اللي أرواحهم الزكية ودمائهم الزكية هي اللي غذت هذه الثورة وجعلت لها معنى وجعلت لها حقيقة. دلوقتي أهاليهم كل أم وأب قاعدين في البيت، كل أم وأب قاعدين بيترحموا على أولادهم، عارفين إن دماء أولادهم ما راحتش هدر. لا، ما راحتش هدر. هي قدرت تغير مصر. نعم، أسقط الشعب النظام. يوم 25 لما ابتدت الشعارات تقول عايزين حرية وعدالة اجتماعية، وبالليل أو في نص اليوم ابتدوا يقولوا الشعب يريد إسقاط النظام، كنا كلنا مستغربين. جابوا منين الكلمة دي؟ جابوا منين جملة الشعب يريد إسقاط النظام؟ لكن الشعب أسقط النظام، والشباب ما قبلوش بأقل من إسقاط النظام. وما بقوش الشباب بس، انضم إليهم من امبارح وأول امبارح كل هذه المظاهرات الفئوية، باقي فئات الشعب المصري. نعم، أسقط الشعب النظام وتخلى الرئيس مبارك عن رئاسة الجمهورية. تحية لهؤلاء الشباب، تحية للمصريين اللي بقالهم 18 يوم. 18 يوم يمكن ده قليل جدا في عمر الثورات، لكنها ثورة بيضاء سلمية مختلفة بلا قائد، مختلفة عن كل الثورات اللي قرينا عليها في الكتب. احنا ما شفناش ثورات في عمر أجيالنا. 52 احنا ما عشناهاش، قرينا عليها وذاكرناها ودرسناها، لكن دي ثورة بجد، ثورة بلا عدو. ما كانش فيه عدو خارجي، لكن الظلم كان هو العدو الداخلي. لكن برضو عشان أكون منصفة، تحية للرئيس مبارك، الرجل الذي حكمنا 30 سنة. يمكن ناس كتير تتضايق من الكلام اللي أنا بقوله، لكن هذا رجل جزء كبير من ال30 سنة كان جزء يعني فيه خير وفيه بناء وفيه تنمية. يمكن آخر 10 سنين عندما أحاطت به بطانته، عندما أحاطت به أسرته، عندما لوث كثيرون، كل اللي بيعمله هو مسؤول، لكنهم أيضا مسؤولون. رجل اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ. يمكن أخطأ كتير في الفترة الأخيرة، يمكن ما قتله أو ما أطاح به غير الناس كان سيناريو التوريث،
اللي ظهر جوه بيته. يمكن ما أطاح به كانت هذه البطانة وترزية القوانين وترزية الحزب الوطني الذين زوروا الانتخابات ولوثوا القوانين ولوثوا الدساتير وغيروا وشكلوا كل ده من أجل أن يستمر نظام من أب لابنه. رجل اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، ومش عارفة أقول، الكلام بيضيع وسط هذا الحدث الجلل. النهاردة هنحاول نفهم يعني إيه، وكل ما نتمناه من يعني مصر كلها بتحتفل، لكن مصر كلها خايفة وقلقانة، والناس بتسأل يعني إيه تنحى الرئيس أو استقال الرئيس ويحكمنا الآن المجلس العسكري؟ يعني ايه بيحكمنا؟ ده برضو بيقلق الناس. هل نحن انتقلنا من حكم مدني إلى حكم عسكري؟ ماذا يعني ذلك؟ هل يمكن أن تفرض أحكام عرفية؟ كل ده معنيه يعني ايه؟ هل أبطل العمل بالدستور؟ كل ده محتاجين نفهمه، هنحاول نفهمه في هذه الحلقة. ليست لدي إجابات، ولكن لدي كثير من الأسئلة. عهد مضى والآن نبدأ عهد جديد، مصر تولد من جديد. خلونا نحافظ عليها، إحنا اللي هنحافظ عليها. وكما صنع هؤلاء الشباب هذه الثورة، علينا جميعا أن نساعدهم أن يحافظوا عليها، ألا يقتلوها، ألا يلوثوها، ألا يتصارعوا عليها، ألا نتصارع نحن عليها. خلونا ننقل الحياة لمرحلة أفضل، خلونا نبني مصر بقى من جديد، نطهر مصر، نشيل جذور الفساد ونبتدي نطهر مصر على أسس، ونبني مصر على أسس نظيفة شفافة محترمة، بها إحساس بالمسؤولية، إحساس بالوطنية. خلونا نحس تاني، احنا رجعوا لنا إحساس الانتماء، رجعوا لنا إحساس حب الوطن اللي كنا بنعلمه لأولادنا وولادنا مش فاهمين. ولادنا ما كانوش فاهمين، دلوقتي ولادنا بنقول لهم هو ده الوطن، وهم دول الشباب، وهو ده المستقبل. خلونا نبني مستقبل جديد، مصر بتتبني من جديد، وخلونا نبتدي. عندنا طبعا ضيوف كرام وعندنا تليفونات كتيرة. خلونا نبتدي بخطاب التنحي الذي ألقاه السيد النائب عمر سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. وهكذا وبهذا البيان الذي صدر يعني يمكن كانت الساعة 6 أو 6:30 بعد ظهر اليوم، بعد سلسلة طويلة من المماطلات والمحاولات، وكأن النظام كان بيلعب معانا كل أنواع اللعب. وكنا الحقيقة ان انا كنت من الناس اللي كل شوية كنت اقول طب ما كويس، طب ما مناسب، ما كفاية التفويض، ما كفاية. لكن الشباب الحقيقة في الشارع ما كانوش قابلين، الناس في الشارع ما كانتش قابلة، الناس تعبت ظلم، وتعبت محسوبية، وتعبت فساد، وتعبت حاجات كتيرة. كل اللي عايزينه ان يحصلوا على حقهم، وهم كانوا يرون ان حقهم لن يعود اليهم الا اذا رحل الرئيس حسني مبارك. وأصبح لدينا الآن اليوم أول رئيس سابق في عمر جمهورية مصر العربية. البيان الثالث للقوات المسلحة هو أهم البيانات، لأنه بيؤكد الشرعية، والأهم أنه يؤكد أنه لن يحل محل الشرعية. نسمع البيان. أيها المواطنون، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم،
في كل مكان لإحداث تغييرات جذرية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتدارس هذا الأمر مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم. وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع، مؤكدا في نفس الوقت أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن. وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم، ولكل أفراد شعبنا العظيم، والله الموفق المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقدم المتحدث باسم المجلس العسكري تحية رسمية لأرواح الشهداء. التحية دي مهمة جدا في العسكرية، هذه تحية شديدة الأهمية، وأن يقدمها عسكري لهؤلاء الشهداء فهي تعني الكثير. مصر النهارده بتحتفل، احنا هننقل لكم كل الاجواء زي ما احنا شايفين دلوقتي، اجواء الاحتفالات في كل مصر، وهناك اسئله كثيره. خلونا نحاول نفهم ماذا يحدث، لكن عايزه اقول لكم ان الرسائل ابتدت توصل لنا من النهارده. دي بلدك انت، ما ترميش زباله، ما تكسرش اشاره، ما تدفعش رشوه، ما تزورش ورقه، اشتكي لاي جهه تاثر في شغلها. فرصتك تبني بلدك بايدك. ابتدت الرسائل، ابتدت الروح الايجابيه تظهر في الشارع المصري. بدات هذه الروح تظهر من 25 من يناير. وتعالوا نشوف ماذا يحدث في الشوارع المصريه. اولا ماذا يحدث في التحرير؟ محمود سعد الدين زميلنا من اليوم السابع. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا استاذه لميس، مساء الخير على كل مستمعينك ومتابعينك، ومساء الخير على مصر كلها النهارده. وتحيا مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر الف مره يا استاذه لميس. عايز اقول لك ان انا في ميدان التحرير، اي واحد واقف في ميدان التحرير مش عارف يتحرك يمين او شمال، مش عارف يتحرك حتى قدامه. انت بتبصي يا استاذه لميس بتلاقي اعلام بترفرف حواليك، بتلاقي اغاني وطنيه، بتلاقي الكل بيهتف بصوت عالي جدا تحيا مصر تحيا مصر. النهارده يوم عيد، النهارده يوم ثوره، النهارده يوم كبير جدا وعظيم جدا بالنسبه لتاريخ وبالنسبه لجيل كان بيحلم بامل كبير قوي ما كناش عارفين هيتحقق ولا لا لما قامت الثوره دي في 25 يناير يا استاذه لميس. عايز اقول لحضرتك دلوقتي وانا واقف في وسط ميدان التحرير، كل الكلام اللي انا هقوله لك لا مش هيوصف اي حاجه، مش هيوصف اقل مشهد بسيط في ميدان التحرير. في ام هنا يا استاذه لميس، كانت ام احد الشهداء، مسكت الميكروفون وقالت باعلى صوتها: انا النهارده ودلوقتي حسيت ان دم ابني ما راحش هدر. عايز اقول لحضرتك يا استاذه لميس ان الاحتفال مش الثوره قامت من ميدان التحرير، لكن الاحتفال مش بس في ميدان التحرير، الاحتفال في كل ميادين مصر، في كل شوارع مصر يا استاذه لميس، قدام مجلس الشعب، في شارع القصر العيني، في جامعه الدول، في المهندسين، في كل شوارع وانحاء مصر سواء داخل القاهره الكبرى او خارج القاهره الكبرى. يا استاذه لميس انا مش عارف اتكلم اقول لك ايه بالظبط، لكن عايز اقول لك حاجه. انت بتخليني اعيط يا محمود. عارف الشعب بيردد ايه دلوقتي يا استاذه لميس؟ عشان تعرفي ان الشعب ده عظيم قوي. الشعب زي ما ردد على مدار 18 يوم فاتوا، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب بيردد دلوقتي، الشعب يريد اصلاح مصر، الشعب عايز يصلح مصر، عايز يلغي الفساد، عايز يلغي المحسوبيه، عايز يلغي الرشوه، عايز يلغي كل حاجه كنا شايفينها وحشه زمان ما كناش بنتكلم عليها، ما كناش بنشاور عليها ونقول ده وحش يا جماعه مش عايزين نعمله. دلوقتي خلاص احنا بقينا ايد واحده يا استاذه لميس. لو حضرتك سامعه صوت العربيات والكلاكسات من حواليا يا استاذه لميس، الناس كلها فرحانه، كل الاسر طالعه، ابهات وامهات، وانا قدامي اسره دلوقتي دايما بيبص عليا وانا بتكلم. مش عايز اقول لحضرتك الشعور عندي عامل ازاي، لكن عايز اقول لحضرتك الامل كبير، والشعب المصري اثبت انه شعب كبير، واثبت انه شعب عظيم، واثبت انه شعب بيصدر الحضاره وبيصدر كل حاجه حلوه مش لكل الدول العربيه بس للعالم كله. زي ما العالم كله دلوقتي يا استاذه لميس شايف ميدان التحرير، احنا كمصريين كمان حاسين بقيمه ميدان التحرير، حاسين بقيمه اللي احنا عاملينه يا استاذه لميس. ميدان التحرير دلوقتي احنا النهارده عيد، مش عيد كمان، ده احنا الليله الكبيره اللي عيد.
كل اسره نازله، كل واحد لابس لبس شيك، نازل يحتفل، نازل يعبر عن كل اللي جواه، نازل يقول الحمد لله الغمه راحت، نازل يقول الحمد لله النظام راح، نازل يقول الحمد لله الحلم اللي كنا بنحلم بيه ب 25 خلاص اتحقق، نازل يقول الحمد لله دم 312 شهيد ما راحش حضر. يا استاذ لميس عايز اقول لحضرتك الاغنيه الوطنيه هنا لما بتتردد في ميدان التحرير قلب كل واحد ومشاعر كل واحد وروح كل واحد بترفرف كانه احساس كبير قوي، مش عارف ما كناش بنشعر بيه قبل كده ولا لا. انا كلامي بسرعه قوي، كلامي مش هوصل فيه كل اللي جوه بيحصل دلوقتي في ميدان التحرير، لكن عايز اقول لحضرتك قوي ان شباب الفيسبوك، شباب النت، الشباب اللي كان كل الناس بتقول عليهم ان هم شباب تافه، لا مش شباب تافه، ده جيل كبير قوي، ده جيل محترم، ده جيل حرك مصر، ده جيل غير مصر 30 سنه، 30 سنه كان فيهم ظلم، كان فيهم فساد، كان فيهم استعباد، كان فيهم رجال اعمال بينطوا فوق راسنا، كان فيهم دوله ما كناش عارفين هي ماشيه صح ولا غلط، كان فيهم نظام داخليه بيسيطر على مصر، كان فيهم دوله بوليسيه المفروض ما كانتش تكون كده، كان فيهم حزب اسمه حزب وطني المفروض انه كان بيسير سياسات، كان سياسات باطله كلها وملهاش اساس من الصح. يا استاذ لميس كل واحد هنا في ميدان التحرير، كل واحد شارك في ثوره 25 يناير، كل واحد بات ليله واحده بس في ميدان التحرير مش 18 يوم، عنده قصص، عنده مشاهد، عنده حكايات، عنده كواليس كتيره قوي هيحكيها الابناء وهيحكيها الجيل بعده. الحمد لله رب العالمين. انا على المستوى الشخصي بحمد ربنا ان انا شاركت في الثوره، بحمد ربنا ان انا احتفلت وانا عايزه اشكرك انك يا محمود انا متشكره ان انت كنت معانا يا محمود ايام كتيره جدا وكنت بتبقى موجود معانا وبتقول لنا كل حاجه. اشكرك يا محمود. ربنا يخليك، الف شكر والف الف مبروك لمصر. مبروك لمصر. انا بس عايزه اقول للناس ان انا قد ايه فخوره ان انا مصريه. يمكن ده احساس مولود عندي من زمان، لكن بجد انا فخوره جدا ان انا مصريه. قد ايه حسيت ان بلدي لها قيمه. لما قامت الثوره في مصر كل حاجه اتغيرت، اسعار البترول اتغيرت، اسعار البورصات بره اتغيرت، العالم كله كان بيبص علينا. انا فخوره اني مصريه. اطلع فاصل يا ميدو.